النهارده احنا مش هنعمل تعديل عادي، النهارده احنا داخلين في عالم الدريفت والكاوتش المحروق. قدامنا عربيه اسطوريه في عالم التعديل، نيسان اس اكس 240 موديل 1989، او زي ما هي معروفه باسم اس 13. الشاسيه بتاع العربيه دي كانه مخلوق عشان يمشي بالعرض، والاجمل ان العربيه دي مش جاب موتورها الاصلي الكي اي، لا دي متسقط فيها وحش ياباني تاني، وهو موتور الار بي 25 تربو. طبعا الموتور ده بيطلع قوه وعزم اكبر من الموتور الاصلي، وده اللي مخليها مناسبه جدا وجاهزه للدريفت. صاحب العربيه دي اسمه لوي، وكان بيعمل بيها دريفت على قده في الحلبات، بس فريق سروتل قرروا ياخدوا العربيه دي ويعدلوها بالكامل عشان يحولوها لعربيه دريفت احترافيه. في الفيديو ده هنشوف تعديلات جامده في العفشه وزوايا بدركسيون، وهنظبط دوره التبريد اللي كانت متوصله غلط، وكمان هنركب وايت بادي كيت، وكل التعديلات اللي نفسنا فيها. اللي بيشوفنا لأول مرة، أنا محمد حمدي، ودي مش مجرد قناة، إحنا عيلة بتحب العربيات والتعديلات. قبل ما نبدأ الفيديو ادعمنا بلايك وصلي على النبي، واشترك في القناة وخليك واحد من العيلة، وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا نبدأ. اول حاجه الفريق بدأ بيها وهي العفشه. الفريق جاب كويلات من فورتين اوتو 500. المساعدين دي ممتازه جدا ومهمه لعربيات الدريفت، وده لانها بتسمح لك تعدل زوايا العجل، وكمان تعدل في الارتفاع وقوه السوسته. وكمان جابوا طقم انجل كيت. الطقم ده وظيفته باختصار انه بيخلي العجل الامامي يلف بزاويه كبيره جدا، اكبر بكتير من زاويه عربيات الشارع العاديه. الزاويه الكبيره دي هي اللي بتخلي السواق يقدر يرمي العربيه بالعرض ويمشي بيها مسافات طويله من غير ما العربيه تلف حوالين نفسها او تخرج بره السيطره. على طول رفعوا العربيه، وزي ما انتم شايفين ده حوض المحرك، وواضح انه نضيف جدا. بس هنا في مشكله صغيره، وهي ان في اسلاك كتير عشوائيه وشويه حاجات متوصله غلط زي الريديتير. بس المهم ان محرك الار بي 25 سليم، وكمان الفريم اللي معمول من انابيب سليم. وحابب انوه ان العربيه دي متشال منها الكشافات الاصليه بتاعتها، وده لانك مش هتحتاجها في الدريفت. وكمان بالنسبه للتعديل اللي هيتم، فهو مش هيبقى مركز قوي على القوه، بس هيركز اكتر على الاستابيليتي، يعني ان يكون كل الانظمه سليمه وكويسه، وده عشان يقدروا يسوقوا العربيه لاطول مده على الحلبه. وكده كده محرك الار بي 25 مش محتاج حاجه عشان تطلع منه قوه كبيره، يعني لو لمسته بس هيطلع قوه عاليه. نبدا بقى الشغل الجد. اول حاجه بيعملوها هي انهم بيشيلوا العجل، وهنا هسالكم سؤال، واللي هيجاوبه صح هظهر الكومنت بتاعه في الفيديو اللي جاي. ليه الخط الاحمر ده موجود على كل العجل؟ يلا وقف الفيديو وانزل دلوقتي قول لي في الكومنتات. طيب بعد كده فكوا نظام التعليق كله، واظن واضح ان فيه كميه طين كتير. بس المهم دلوقتي انهم يطلعوا الكويلات تحس انها كانت راكبه على العربيه اوف رود من كتر الطين اللي عليها، وزي ما انتم شايفين العربيه كلها من تحت مليانه طين. بعد كده فكوا الرفارف الاماميه، واللي بتكون مصنوعه من الفايبر جلاس، ولكن لما بيبص عليها من ورا بيلاقي طين كتير. بعد كده ركبوا الكويلات الجديده في العربيه، وركبوا طقم الانجل كيت الجديد. مجرد بس ما تبص عليه هتعرف انه مخصص للدريفت. وفي الاخر جمعوا العفشه كلها، وبكده يبقى الجزء الامامي من نظام التعليق بقى جاهز. ندخل بقى على الشغل اللي جوه حوض الموتور. دلوقتي هيعملوا معالجه للواجهه الاماميه. العربيه زي ما قلنا فيها موتور الار بي 25 تربو، بس صاحب العربيه كان بيشتكي انها بتسخن منه بسرعه وهو بيعمل دريفت. فطبعا اول حاجه عملوها انهم بصوا على دوره التبريد، ولقوا السبب واضح جدا. مبرد الزيت ومبرد الباور كانوا متركبين قدام الريديتير بالظبط. والمشكله في الدريفت انك بتدوس بنزين جامد جدا، والموتور بيلف على سرعات عاليه جدا، بس سرعه العربيه نفسها بتكون بطيئه لانها بتكون ماشيه بالعرض، فكميه الهواء اللي بتدخل من الشبكه الاماميه بتكون قليله جدا. وطبعا في الحاله دي الهواء بيعدي الاول على مبرد الزيت وبيسخن، وبعدين في الاخر بيروح للريديتير وهو سخن، فبكده الميه اللي موجوده في الريديتير مش بتتبرد صح. فعشان يحلوا المشكله دي كان لازم يعملوا اعاده ترتيب وتثبيت للمبردات دي من تاني، وده عشان يتاكدوا ان في تناسق وتبريد مثالي. على طول اول حاجه عملوها فكوا انابيب الهواء اللي راكبه في الانتركولر، وفك الانتركولر ذات نفسه من مكانه. بعد كده فك وصلات مبرد الزيت، وصفى كل الزيت اللي موجود فيه، واللي انتوا شايفينهم قدامكم دول هم مبرد الزيت ومبرد الباور، وهنا هم متركبين بالشكل ده. طبعا هم مانعين اي هواء بارد يروح للريديتير، فعلى طول فك المبردات من مكانها. بعد كده فك خراطيم الريديتير، والمفاجاه ان الميه اللي بتنزل لونها بيكون بني، وطبعا ده معناه ان فعلا المحرك درجه حرارته كانت بتعلى جدا. بعد كده فكوا الريديتير من مكانه، وفك مراوح التبريد من عليه
عليه. بعد كده شال المواسير اللي متركبه قدام، وده عشان هيظبطوها على الترتيب الجديد للموردات. على طول بدأ يرتب كل حاجه، قطع المواسير والحديد الزياده اللي كان قافل السكه، وعمل قواعد جديده للريديتير. بعد كده جابوا الانتركولر ده اللي هو المبرد بتاع التربو، وقربوه جدا من الريديتير، وده عشان مراوح التبريد تسحب الهواء وتعديه عليهم هما الاتنين مع بعض. والاهم من ده كله انهم نقلوا مبرد الزيت ومبرد الباور وخلوهم في الجناب بعيد خالص عن الريديتير، وبكده يبقى كل جزء فيهم بياخد هواء بارد ونضيف لوحده، وكمان الموتور بقى يتنفس براحته والحراره هتتظبط، وبكده يبقى مشكله الحراره خلاص اتحلت. وفي وسط الشغل ده بقى نضفوا حوض الموتور كله، وصنفروا غطا التربو اللي كان مصدي، وكمان رشوه باللون الاسود عشان يرجع كانه جديد ويليق على شكل العربيه. وكمان بالمره رشوا حوض المحرك كله باللون الاسود، حرفيا حوض المحرك رجع اكنه جديد. بعد كده ركبوا المواسير الاماميه تاني، وطبعا بعد ما غيروا مكان الانتركولر كان لازم يظبطوا مواسير الهواء، عشان كده قصوا المواسير القديمه ولحموها من تاني، وده عشان تناسب الاماكن الجديده. وبجد النتيجه طلعت ممتازه، والمواسير بقت متناسقه جدا. بعد ما خلصوا شغل في دوره التبريد دخلوا على الفرامل. طنابير الفرامل القديمه كانت مصديه وتعبانه جدا، فجابوا طقم فرامل تعديل كامل من شركة وايل وود. الطقم ده بيجي بطنابير رياضية كبيرة وتيل فرامل قوي جدا عشان يوقف العربية دي في ثواني. على طول فكوا الفرامل القديمة وركبوا الجديدة. تعالوا بقى نبص على شنطة العربية من ورا. العربية شكلها من ورا غريب، في اسلاك كتير مرمية مش معروف هي بتاعت ايه، لدرجة انه كان بيشد سلك او مخلوع في ايده. فكل الوصلات دي لازم تتظبط، وكمان بما انهم دهنوا حوض المحرك بالاسود فدي فرصة ممتازة انهم يدهنوا الشنطة كمان. فطبعا الاول شال البطارية وكل الوصلات الكهربائية، وكمان شال الكراسي من العربية. بعد كده نظف العربية من جوه كويس جدا، واثناء ما هو بينظف جاب واحد سمكري عشان يعالج الخبطات الصغيرة اللي كانت في البادي، وزي ما انتم شايفين دي الطريقة اللي بيعالجهم بيها. شغل احترافي جدا. وكمان شال التغليف اللي كان في الابواب. نرجع بقى للي كان بينظف العربية من جوه. دلوقتي هو خلص تنظيف وهيبدأ يرش العربية من جوه بالاسود. على طول بيجيب السبراي وبيبدأ يرش، وطبعا النتيجة جميلة جدا. انا بحب الشغل لما يتعمل يكون صح. بعد كده بدأ يوصل كل الوصلات من تاني، بس المرة دي بنظام اكتر وامان وتثبيت مثالي. وكمان غير مكان البطارية وخلاها في الجنب وراه. والاجمد من كده انه جاب كفر للتابلو، وده اللي هيرجعه جديد من تاني. على طول حط الغراء على التابلو الاصلي، بعد كده ركب الكفر فوقه، وبكده يبقى العربية من جوه بقت جاهزة. نرجع بقى نكمل سمكرة. الفريق كمل سمكرة في باقي العربية، ومن الشغل بقى واضح جدا ان العربية دي مش لمجرد الدريفت بس، دي هتبقى كمان شو كار، يعني كل التفاصيل لازم تكون صح. بعد السمكرة جابوا وايد بادي كيت كامل من شركة اسمها كي بي دي، والمميز في الكيت ده انه مرن جدا، يعني العربية لو اتخبطت في اي حاجة وهي بتعمل دريفت الفايبر بتاعها مش هيتكسر، وده هيحافظ على العربية جدا. على طول خرموا في الرفرف لمكان المسامير، بعد كده ركبوه وربطوا المسامير بتاعته. وعشان يكملوا الشكل الهجومي جابوا كبوت كربون فايبر وزنه خفيف جدا. تعالوا نتفرج عليه وهما بيفتحوه. بجد كلمة جامد قليلة عليه، انا مش عاوز اقول كلمة تانية، بس بجد ده واحد من احلى قطع الكربون فايبر اللي شفتها، خصوصا مع فتحات التهوية اللي موجودة فيه. على طول خدوه وركبوه مكانه في العربية، والنتيجة جامدة جدا. الفروقات بينه وبين غطا الكشافات المتحرك قليلة جدا. بعد كده شالوا العجل الخلفي وركبوا العتب الجديد، وزي ما قلت لكم البادي كيت كله مرن. وكمان ركبوا الاكستام الخلفي، وده هو اكتر حاجة بتتكسر في عربيات الدريفت، بس ده مستحيل يتكسر. بعد كده ركبوا العجل تاني مكانه، وما تنسوش تقولوا لي ليه الخط الاحمر ده موجود على كل العجل. بعد كده خرجوا العربية وحملوها على الونش وبعتوها لورشة التغليف. في البداية ظبطوا التغليف على العربية، بعد كده بدأوا التغليف بجد. طبعا دي هي عربية دريفت، فلازم البادي يكون عليه استكراك كتير وشكل مجنون، مش عارف ليه بس احنا اتعودنا على كده. وده الشكل النهائي بعد التغليف. تعالوا بقى نشوف ردة فعل الفريق عليه. على طول خدوا العربية ورجعوها للورشة، وردة فعلهم على النتيجة كانت جامدة جدا. العربية رجعت من التغليف بشكل تاني خالص، بس لسه في شغل كتير عاوز يتعمل. الرفرف الأمامي حرفيا كأنه عايم في الجو ولازم يتثبت، ولسه الإكسدام الأمامي ما تركبش. على طول أول حاجة عملوها إنهم جابوا الإكسدام الأمامي وجهزوا أماكن التثبيت بتاعته وخرموا للمسامير. بعد كده خدوه وركبوه مكانه، مش باقي بس غير إنه يترفع من فوق وهيبقى خلصان. دلوقتي الفريق جاب باقي كت الفرامل من وايل وود، جابوا الطنابير والكاليبرز والتيل والخراطيم، كل حاجة جديدة.
على طول فكوا الفرامل القديمة كلها واللي الصدى كان واكلها اصلا. بعد كده ركبوا الفرامل الجديدة، حرفيا فرق شاسع بين الاتنين. بعد ما ركبوا كيت الفرامل دلوقتي لازم يجربوا الانجل كيت عشان يتاكدوا ان العجل مش هيخبط في الرفرف ولا الاكسدام ولا اي حاجه. بس الاول عشان يعملوا كده جابوا جنوط من كونيج لونها برونز مطفي ومتركب عليها كاوتشات فالكون عريضه جدا، وده عشان تدي تماسك قوي على التراك. على طول خدوا الجنوط وركبوها. بعد كده اختبروا الانجل كيت الجديد وتاكدوا ان العجل مش بيحك في الشاسيه او البادي كيت او حتى في ضفيره الكهرباء لما العجل يلف يمين وشمال للاخر. بعد كده ركبوا لوك للكبوت الجديد، خرموا فيه وركبوه، وفي الاخر رفعوا الاكسدام الامامي بحديده لحموها في المواسير من قدام، وكمان لمعوا الكشافات الصغيره اللي بتنور قدام. وعشان يزودوا جمال العربيه دهنوا غطا التكيهات باللون الاحمر، وده هيدي للحوض شكل اشرس وهيبقى ماشي مع الوان العربيه. نيجي بقى لاخر تعديلات هتتعمل في العربيه وهي الصالون. بعد ما نضفوا الارضيه ودهنوها وكمان ركبوا كفر للتابلوه، الفريق جاب رول كيج للعربيه وده اللي هيوفر لهم اكبر قدر من الحمايه لما يدرفتوا. على طول خدوه وركبوه في العربيه وده تركيبه سهل جدا. بعد كده جابوا كراسي جديده من سباركو اسمها ايفو، وكمان طاره جديده واحزمه امان من سباركو. الاول ركبوا الاحزمه ودي بتكون جزئين، جزء بيركب في الارضيه والتاني بيركب في الرول كيج. الاول ركبوا اللي بتركب في الارضيه، بعد كده لازم يركبوا الكرسي الاول. على طول خدوه وركبوه مكانه وثبتوا الجزء التاني من الحزام، وفي الاخر ركبوا الدركسيون وكمان ركبوا طفايه حريق جنب السواق عشان يستخدمها في حاله لا قدر الله حصل اي حاجه، وكمان جابوا بطاريه جديده. وفي الاخر حطوا اللوجو بتاعهم على العربيه ولزقوا ستيكرات لكل الشركات اللي اتعاملوا معاها، وبكده تبقى العربيه خلصت وبقت جاهزه. انا عاوزكم تفتكروا شكلها في الاول كان عامل ازاي. العربيه كانت ميته حرفيا، بس دلوقتي بعد كل الشغل ده العربيه اتحولت 180 درجه، حرفيا بقت تحفه يابانيه جاهزه تحرق كل الكاوتشات. في النهايه الفريق خدوا العربيه عشان يروحوا بيها ايفنت وجابوا صاحبها عشان يشوفها بعد التعديل. حرفيا كان مصدوم ومش مصدق ان دي عربيته لانها اتحولت من عربيه متهالكه لوحش دريفت احترافي. وطبعا مش هنقفل الفيديو غير لما نسمع صوتها. وبكده نكون وصلنا لنهاية تعديل النيسان. الفيديو مليان ميكانيكا وتعديلات دريفت من العرض التقيل. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر تعديل عجبكم في العربية دي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات دي عشان هتعجبكم جدا. كان معاكم محمد حمدي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.